الكرامون، باسم هيئة رئاسة مكتب الأمانة ولجنة الإعداد لهذا الاجتماع أرحب بكم جميعا في اجتماع المجلس الوطني الاعتيادي الذي ينعقد في ظل هذه التحولات التاريخية التي تمر بها سوريا، وكلنا أمل أن يتكلل أعماله بالنجاح لما فيه خير ومصلحة الشعب الكردي وبلدنا. الأخوات والأخوة، إنه تحدي جديد نخوضه معا لنرسخ قواعد مجلسنا في صفوف جماهير شعبنا الكردي والذي يتطلع بملايينه نحوكم، واضعا آماله وثقته بكم. لهذا ومهما كانت الصعوبات فخيارنا الوحيد هو النجاح في أعمال اجتماعنا سياسيا وتنظيميا، وتأتي في مقدمة الأمور منها التحلي بالمسؤولية الخلاقة في نقاشاتنا والابتعاد عن التشنج والمواقف المسبقة، والتأكيد على أن ما يقال رأي نقصد به الصالح العام، كما نتجاوز الأفق الحزبي الضيق والجانب الذاتي وما يترتب عليهما من ردود فعل سلبية تنعكس على جو النقاش وتسيء إلى مناخ اتخاذ القرارات الإيجابية، هي من أكبر التحديات التي تعترضنا. والمساهمة الإيجابية من قبلنا جميعا لتعزيز روح التعاون ومفهوم المشاركة في ظل هذا المجلس الذي يعد من أهم الإنجازات في تاريخ شعبنا الكردي في سوريا، وكذلك على صعيد دوره الوطني العام يعد تحديا آخر، وكلنا ندرك مفاتيح هذا التعاون ألا وهو تعزيز الثقة بيننا، والتي هي من أولويات النجاح في العمل المشترك. إن حركتنا عانت منذ عشرات السنين من علاقات متوترة واعترضتها أخطاء جمة، منها موضوعي له بعده الاجتماعي والثقافي